الجيش الوطني الشعبي ووزير الشباب والرياضة محمد صدقاق ووزير الداخلية ووالي العاصمة. لنتابع. ان شاء الله ما شاء الله. إذن رئيس الجمهورية مع أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي إضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موتسيبي. نعم، قبله كان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أسامة، طبعا سيد جهيد سيزف. بعد قبله أيضا كان رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية إنفانتينو، موتسيبي، شخصيات ومسؤولين وشخصيات كبيرة تحضر هذا التدشين الكبير اليوم لملعب الذي سيحمل رسميا وبداية من اليوم، نذكر أسامة، ملعب نيلسون مانديلا. هذا هو البعد ربما الإفريقي والاستراتيجي للجزائر فيما يخص هذه التسميات. وموتسيبي نعرف بأنه أيضا كان صديقا للجزائر، وهو طبعا شخصية وثورية ورمزية كبيرة. نيلسون مانديلا، لما نتحدث عن نيلسون مانديلا، هذا القائد الفذ والمناضل الذي كرس حياته من أجل مناهضة الفصل العنصري، وقضى فترة كبيرة من حياته في السجن ليكون بعدها أول رئيس لجنوب أفريقيا من البشرة السمراء. هنا كما نتابع حديث جانبي للوفود أو الوفد المستقبل لرئيس الجمهورية، كما قلت محمد من كبار الشخصيات وحتى من كبار المسؤولين في الفيفا وفي الاتحاد الإفريقي، وهذا ما يعطي لهذه النسخة والطبعة شان 2022 التميز. صحيح أسامة، هنا صورة يعني تعبر عن ذاتها. هذه توفرت الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد من أجل هذا اليوم الكبير واليوم الحافل بهذا الحدث الكبير عندما تتوفر. وهنا رئيس الجمهورية يشرف على التدشين والافتتاح الرسمي لملعب نيلسون مانديلا. نعم، هذا لحظة أيضا تاريخية وهي منقولة، وإفريقيا ستتفرج على هذه الصورة المنقولة. هناك نعم أيضا صورة تذكارية ربما مع حفيد نيلسون مانديلا الذي حضر اليوم لهذا الافتتاح الرسمي لملعب نيلسون مانديلا ببراقي. توفرت كما قلت الإرادة السياسية. الرياضة عموما أسامة تعزز في الأساس الكبرياء الوطني. هذا الكبرياء نشاهده اليوم في صورة في الجزائر، ودائما صورة تذكارية وتاريخية. ونعود دائما إلى ثقل الشخصيات الموجودة اليوم، حتى أنه حفل الافتتاح في الغد سيشهد ربما ضيوف آخرين. صحيح. سيحلون تباعا أساطير الكرة في الجزائر. وهنا ربما نتحدث عن الشخصيات